الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وتي الباب الثالث عشر في صلاة الاستسقاء. درجه سيزدش كتاب نفيجي دبما بحسين نفيجا استسقاء كتاب، وفيه مسائل كم بابتا قد بدرجه هندهي. المسألة الأولى بابتا إيكي تعريفها دبتا بحسين بيناسا استسقاء كتاب نفيجا استسقاء كتاب شو تشتا وحكمها هرسل بحسين دكت كان حكمه شيء واجبا بين بيجب كين سنة ودليل ذلك وكتش دليل صحيح. يعني تعريفها أول جوال بنسوي الاستسقاء. عندك استسقاء هو طلب السقي من الله تعالى، قد خاز أفدانيش خد تعالى عند حاجة العباد إليه، وقت عبد هوجت بنه على صفة مخصوصة شوازة طيبة تتكرن، وذلك إذا أجدبت الأرض وتابهنجي وقتكو أرض هشكت بيتن، وقحط المطر وباران نائتا، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده. چونكي كس خلقي وعرضي أفنادت وباران ناين تخارج بلي خوده لو مد دخازا أو بارانه وأفضانه دش خوده. يدوي حكمها قود حكمه چيه؟ حكم صلاة الاستسقاء، حكم نفيج الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، سنة تأكيد لكرية أجل كسينا كرش يكون كار نابك. لقول عبد الله بن زيد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دركب يستسقي، يعني دا طلب باران بكتن، فتوجه إلى القبلة بل خدا قبلة يدعو دعاة كرن، وحول رداءه وكركي خاجي عباي خاجي برو باجي لكر، وصلى ركعتين وشكر دو ركعت كرن، جهر فيهما بالقراءة اتوان دو ركعت دا خاندنا وان دو ركعت دنجي خاطئ دا بلند كر. المسألة الثانية سببها، مسألة دويدة بيشتا سبب ام بوچن بيجا استسقايت كين قلت وسببها القحط، سبب بيجي هشكاتية ام بيجين وقتكو هشكا صليب بسر خلقي دات تدخار. قحط شتشتا قلت وهو انحباس المطر، قد عبينا بولان يعني نهاتنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك، چونكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام اهابو هند نبيجا بولان تكر. المسألة الثالثة مسألة سي وقتها وكيفيتها، بشتك ام كان جيب وقت وكيش كان وكيفيتها ودتواكين. وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، قلت وقت نبيجا بولانه و شوانيه وكي نبيجا عيده. لقول ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيد، پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام دو ركعت كرن كوچاوات عيد دو ركعت كرن شوازواني چابي بلجي وسط كرن. فيستحب فعلها في المصلى، بجا سنة المصلى بتكرن الدشتين جهة شول الناس نتنف مالا دا كصلاة العيد وكين بيجا عيده، وتصلى ركعتين ود دو ركعت اينا كرن، ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد. قد وقتك تخويني تندي دنجي خاطئ دا بلند كتوكين بيجا عيده، وتكون قبل الخطبة ونفيجا بولان بري خطبة، يعني دشكات دي نفيجا خوين كات باش دي خطبة كي بخلق خوين. وكذلك في عدد التكبيرات، وترصت هجمارة تكبيرة جدا وكي عيدة يا اكي حفت يدوي بنج، قلت وما يقرأ فيها وكاتشت دا تتخاندن ما قلت نفيجا عيدة مثلا سبح اسم ربك الأعلى لديك الحادث الغاشية ركعت دي الرواية كده أنجي مثلا سورة قافة، يعني سنتها بتدا بتخاندن. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، ودرست يعني دخاز باران بتكرن سر تشي واضح بيتن، فيدعو الإنسان ده إنسان شكل دعاء كتن، ويستسقي في صلاته إذا سجد، هروسش بلي كود الدعاء يعني جدا كتن خد نفجه جدا وقت تشتا سجده بلا دخاز باران بكتن. ويستسقي الإمام على المنبر، وإمام جي وقت خد بتخين دخاز باران كتن في صلاة الجمعة كنجي
رجا جمعه. فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دخوازا بارانه كري السر منبر رجا خطبة. كده حديث بميتن. المسألة الرابعة الخروج إليها. مسألة شارع در كفتنا بو نفيجا بارانه. يعني مروف بتشيته. قلت إذا أراد الإمام الخروج لها، قلت أجر إمامي فيها خلقي در بخيتن بو نفيجا بارانه، مانه برين جيوت خلق بيتا آيه دار كرن مانه وقتت بيشته وعظ الناس درابطا وعظي الخلق كت ده نصيحة لكت وأمرهم بالتوبة دي بيش توبة بكم زفرنا لا يخده أو قنايت هند كان بهلا والخروج من المظالم يهوى ظلم ليكر بيتن بو زفرين مافوي شناف ظلمي دركفن وترك التباغض والتشاحن حروصا بغض كربه وعناد تشاحن دون جيمان وسلبونا بهيلن ويش عندها إن كربه تاشي كدوا بن بهيلن إن جيسر بن بهيلن ويش والله هني لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه چونك ياف كربه هني في عنادها ظلمه هني جناه سببك كو خير وبركاتش خده بمنعتن ولأن المعاصي وهنديك جناهن سبب القحط أجر هشك صالينا والتقوى وهنديك تقوى سبب البركات سببك أجرك بركات بما بين خاله. قال تعالى خد قد ولو أن أهل القرى آمنوا أجر خلق قندا يعني كسد جين فان قند تندا إيمان إنابا باشا واتقوا تقوى خده كربا طبعا دش مفسر بيش بالبحثية ما كهي ودي واتقوا تقوى خده كربا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وتأم دبوانا فكينا وجلي درجة بركته أش عسمان وعرضه ولكن كذبوا بس وانا تشكر دروب أو نامي كرا ياخذ تعالى فريكري فأخذناهم يعني أبدلوين درخص فأخذناهم مجي أو جرتن بما كانوا يكسبون بسبب كسب وانا كري وان قنهت وانا كري وان خلتت وانا كري مع قبدا قد ويتنظف لها اختشان بيجا باران دي خابو باقش كتن ولا يتطيب بس بين الخش الخنا كتن ولا يلبس الزينة جلكت جوان جينا كتبرخا لأنه يوم استكانة چونك أفرجا قشقاندنه وخشوع يخاكم كرنه ويخرج متواضعا ددرك بيتن يتجنجش كستي متخشعا يخاكم كريم متذللا يخرزيل كريم بردس رب العالمين متضرعا يخاوجي خل تعالى يد لقول ابن عباس جبل قلنا عبد الله يقول عباسي خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا پیغمبر علیه الصلاة والسلام در کفتن ویجا بارانه اوی خو رزیلت کرد بو خوده متواضعا خودشکان متخشعا خشوع خو کم کرن دفه بی متضرعا خو هوجه خود تعالی کرد چه دان ویجا بارانه چونکی او روژا خمازن کرنه و جوانی و بخارا چون این ندوی هوجه که اوی بوده تشتهي به لخارج دف رب العالمين سبحانه وتعالى. قلت المسألة الخامسة الخطبة فيها مسألة بينجي خطبة نفيجا باراني. قلت يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة. قلت سنة إمام بشتي نفيجا باراني خطبة كي بخوينتن بشتي نفيجي تكون جامعة وشاملة أو خطبة يقوم كربتن بو همي كارت خيلة وشاملة همي بابت أبقى بجلدن يأمر فيها بالتوبة بحث توبة دابكات وكثرة الصدقة بحث صدقات دابكتان والرجوع إلى الله زبرنا بلا يخده وترك المعاصي بحث هلانا قناها بكتن تدا. وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار سنة خطبة دا جالك استغفار بكتن وقراءة الآيات التي تأمر به وان آية بخوين تنابتكو أمر ما باستغفارات كان ويكثر من الدعاء وجالي دعاء جيب كتن بطلب الغيث من الله شخده بخاص باران بانتخار من الله تعالى كقوله وكي فيقوتنا هبشن اللهم أغثنا يا ربي تهور مالا باران بما بنخار وقوله اللهم
اللهم اسقنا غيثا مغيثا، يعني يا رب تما بارنا بارانك بوش، مريئا مريعا. مريئا يعني يا سهل ويا باقش، مريعا يعني بجين تشتشين بكتن، يعني جايشين بكتن، درامتشين بكتن. عاجلا غير آجل، زي بهتنك وتأخير ببتن. نافعا غير ضار، يفايدة بتن وزرر زيان جيشينبن. ومعنى مريئا سهلا طيبا، قلت مريئا يعني سهل بصانه طيبا فاقش بيتا. ومريعا مخصبا يعني تشتيشين بكتن. وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، حرصة الشيء بيجي يا ربي تو الله شو إلهي مستحق عبادتي إن نشبليته. أنت الغني تو الزنجيني ويبيمناتي، ونحن الفقراء أمت هجار وتهوجينا. أنزل علينا الغيث، بولان السرمدة بنا خال، واجعل ما أنزلت لنا وأوت بمتين خال بك قوة بك هيز وبلاغا إلى حين ترى بكت حتى وقتك. ونحو ذلك وند دعاية وصاب لابيتا. ويرفع يديه ودست خهردك بلا بلندكتا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، پیغمبر يذكر عليه الصلاة والسلام، حتى كان يرى بياض إبطه، حتى سبياتيا بن كفشوي اتهات ليتن هند دست خبلندكر. ويرفع الناس أيديهم خلكيش دست خبلندكران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه چونکی پیغمبری علیه الصلاة والسلام وقتی هر دو دست خبلن کردی يستسقي في صلاة الجمعة دا خاز بارانت كرن وجا خود بدا رفع الناس أيديهم خلتيش دست خبلن كرن. ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. تجاري صلوات اجدت سر پیغمبری عليه الصلاة والسلام، چونکی صلوات دانا سر پیغمبری صلى الله عليه وسلم اش أجرت قبل بنا دعاية. وذلك شوان جهاية درسته خطبه دا امام هر روزا مأموم جی آنجی اوید حاضر اوج دست خوابلند کن کنگی اگر دعا بو بارانه بیتن سنت امام دست خوابلند کردن و اوید حاضر دست خوابلند کن. اما اگر نه بارانه بید دعا دیبن نه امام نه مأموم آنجی اوید ولی حاضر دست خوابلند نکردن. المسألة السادسة السنن التي ينبغي فعلها فيها. مسألة أخيرة بابت أخيرة شو سنة ام بكين؟ شو سنته ام نبيجا باران دا بكين؟ يأكي أن يكثر من الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. جالي دعاء بكت أودكو هاتي نش پیغمبری عليه الصلاة والسلام درباري في بابت هذا. ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، والدمهيك الدعاء يجب خبدة قبله ويحاول رداءه وأوج الكبسر بعباية شاكيتا كوركيا كاتشي كده إليك بقلب بينتن برو واجي لبكتن. فيجعل اليمين على الشمال، قوتي دست راست بكتا يجبه والشمال على اليمين ويجبه جبين ترخ راسه. وكذلك ما شابه الرداء، قلت هرسات الشت وكي ردائي كالعباءة وكيفان عباءة مكت كان خلي ونحوها ويتوكيوانا. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره، يثابت بي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بشت خدا خلقي واستقبل القبلة بل خدا قبلة ثم حول رداءه باشي الرداء إخوة عباء إخوة كركي إخوة شليكر قلباند. وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بالتحويل الحال عما عليه. قلت نايد بشن بوشم تشاكي دخوا كركي إخوة دخول بينين قودي بجنش برهنده داد اوه گشبینیه که کچا ما مثلا رخی راست بلا رخی چپه آوا ساجی اوه گشبین گوده خود تعالی حال مجبرخه بتا رخی يعني جفه حاله ده بتا حاله که باشتر. يدوي يسن أن يخرج إلى صلاة الاستسقاء جميع المسلمين. قل سنة همي بصرمان در كبنا نبيج استسقاء حتى النساء والصبيان حتى جنكو بتشيشي. يسن الخروج إليها بخضوع. قد سنة وقت مروف در كبت خضوع يعني بشكنت وخشوع يعني خاكيم كد بخود تعالى وتذلل خرازيل كد بس بردس خود تعالى وصدر كبتن در كبتن كاب خشكاندن و يا بخاكيم كرن و يعني كسك محتاجة. فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا. پیغمبر عليه الصلاة والسلام در كبت بنبجا باران متذللا خرازيل كر بردس خود متواضعا واشتكانت متخشعا
كيمت كربو رب العالمين متضرعا هوالد خد جهنم. يا تشاري يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيبه منه. وتي سنة وقتك شني بارانا اكيد تت صالدا شني أول بارانا تتن البر باران براس دیدن و هندکش لشه خار ریسک کردن که دسته آنجی شاشکا خاده را کسره آن بخواده کشف کردن ده هندکش به بارانه لب کردن و یقولو دی بشن اللهم صيبا نافعا یا ربی بارانه مفا بیدن و صيب بکیش بارانه تتا گوتن بوی جوری تتا گوتن المنهمر المتدفق یا بوشو یا خطها وجیدن ويقول دبش مطرنا بفضل الله ورحمته وقت باران هاد دبشتي باران بيتن أذا بفضل خده وبرحمة باران بمهاد نش برشت شدية ونش بيش بنيت فلانية برحمة خده بمهاد وتيا بنجي وإذا كثر المطر وتجا باران جلك هاد وخيف من الضرر وترسى ضرر زيانة هبو يسن أن يقول سنة فيد شندها في دعاها نبجن اللهم حوالينا يا ربي بلا الدور بارد ما بهتن ولا علينا الهندافي منائل سال منائل أخاري اللهم على الضراب يا ربي السال جرا أنجي من بجين جيايت بجيك بيت أخاري والآكامي والسال جرا والدور نهالا بيت أخاري وبطون الأودية يعني زكية نهالا يعني مشتا نهالا ومنابت الشجر وبن الدارة أو جهة دار لشين بد قبل بشتوان رخا نقول نف باجري وزرر زيان مبكبن والضراب الجبال الصغار الضراب يعني تيويت بجيك والأكام جمع أكمة وهي التل جمع أكمية وأكمة يعني التل يعني جر وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد كما بلا الأذك يكون ببيت في شكل يعني والحمد لله رب العالمين.